ايه ده؟ يا مرات عمي ولا في حاجه غلط، انت بس اللي دايما قلقانه. اسكت انت يا منصف، انت مش فاهم حاجه. انا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا الحقني أمير؟ يا رمضان. ايه؟ البنت كاميليا بتقول لي وهي بتنظف اوضه المهرجه ان هو كان فاتح الشباك ومدلدل حبل منه ومنطط شنط الهدوم بتاعته. بينطط الشنط؟ ايوه وهم لسه بيدربها على ايه يعني؟ ما اعرفش، انا قلت لها برضه تلاقي هنود وخاله واسع. ايوه هيهرب شنط الهدوم ليه من الشباك؟ لا يا ستي، يعني خلاص هو ساب الاوضه ولا ايه؟ ايوه سايب الاوضه. شيماء، بنت يا شيماء. ايوه يا بابا. خلاص ده؟ اخر بابا النهارده، ها؟ يلا هناخد اوضتنا، نرجع على اوضتنا. يعني ايه؟ يا بنت هتوقعي الفراخ في الارض. يا حاج وانت من الحي ما تسيبها. يلا يا تعالى يلا. يا عمي انت ايه ده يا غبي؟ يا غبي ماسك المهراجه كده. اوعى ده مهراجه. ايه فين فلوسي يا جناب المهراجه؟ وعهد الله يا ست هانم احنا مالينا دعوه بالحوار ده. وعهد الله يا ست هانم، امال مين يلا اللي ليه دعوه؟ الحاج رمضان هو اللي قال لنا نعمل عليكم اللعباجي. اللعباجي؟ ارفع عنك الفلوس وانصب بدلا منك. اللعباجي. لا ايه ده يا رمضان؟ والله وقال لنا هديكوا 500 جنيه. 150 جنيه بس. يا عم انت بقى. يعني انت يا عم ناصب على مرات اخوك الغلبانه وناصب على النصابين اللي معاك. انا ما نصبتش على حد، ده اللي كانت عايزه تنصب عليها وهي كانت مفروض هتاخد 1,000,000 جنيه. وبعدين انا بعمل ده كله عشان ايه؟ اكرم اخويا شقيقي، عمره حتى ما عزمنا انا والبنت نقعد عنده في اللوكان ده، فالبنت يا عيني كان نفسها تقعد يومين في الحلاوه اللي عندكم دي، فده اللي حصل يعني. فعملت ده واكرم مش موجود مسافر صح؟ ما هو لو موجود مش هيوافق. ماشي يا رمضان. صبري ايوه يا ست الكل. الاتنين دول تاخدهم تربطهم وتحبسهم لي في اوضه الفيران. عينيا يلا يا. قلت لك مالناش في الهندي ولا المصري. عاملين لي فيها من هند وانت من كشري هند. ايوه تعال يا عم انت يا عم. خلاص بقى يا شيماء، خلاص ملناش نصيبه، دي احنا قعدنا يومين واتبسطنا يا بت ونزلت البسيم وكله، يلا بقى على الاوضه يلا. لا مش هطلع فوق. لا والنبي لا يا بابا لا. يا بنت اسمع الكلام بتاع الاوضه. والله العظيم اموت نفسي واموت لك الفراخ كلها. ايه الفراخ كلها؟ ايه اموت نفسي والله يا. ولا هدهد، الحقها هدهد احسن تموت نفسها. ايه؟ الحقها يا هدهد يا ابني هتموت نفسها. هدهد؟ ايوه. يا سلام، اخيرا افتكرتني يا حاج رمضان. شوف الدنيا دواره ازاي، جاي دلوقتي تحتاج لهدهد بعد ما الملعون بتاعك اتكشف يا حاج رمضان. يا هدهد يا نزل ايدك، نزل ايدك، نزل ايدك، نزل ايدك. 30 سنة يا حاج رمضان عايش تحت رجلك انت وبنتك المعفنة شيماء، كنس ومسح وقلة أدب. يوم ما يجي وتقعد في نص اللوكاندا بتاع أكرم تسيبني في النص المعفن بتاعك، وجاي دلوقتي تقول بص لي هنا. 30 سنة يا حاج رمضان عايش تحت رجلك انت وبنتك المنتنة شيماء، كنس ومسح وقلة أدب. مش هاين عليك حتى تاخدني في قلب السويت بتاعك، ويوم ما تفتكرني تجيبني شوية رز بخير ربع بص انا 30 سنة شغال تحت رجلك انت وبنتك المقرحة شيماء، تنزلوا تلعبوا في قلب البول. مش هاين عليك تديني لفة وجاي دلوقتي تقول ايوه كده، جاي دلوقتي تقول لي يا هدهد. يا سلام، خلاص ما بقتش قادر استحمل ابص في وشك، مش قادر اشم ريحتك ولا اسمع صوتك. ابعدوه عني، ابعدوه عني، ابعدوه عني. ثانية واحدة، ابعدوه عني، ابعدوه. حلو كده؟ ماشي. ايه ده؟ ايه اللي حلو كده؟ هو طالع للمحاسب يقبض؟ ايه اللي حلو؟ جننت لنا هدهد يا عم رمضان. منصف يا نزل ايدك. كلكم طمعانين في جسمي. وحوش 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 وحوش. تمام كده يا استاذ؟ ويزو مع الرئيس بقى.
وحوش 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 وحوش